بطاطس جمبري اشهر بطاطس في شهر رمضان وكمان على السحور وعند واحد معين بتروحوا تاكلوا من عنده. جبت لكم السر، ما انا الشيف ابانوب. شايفين ببطاطسايه واحده جبت لكم السر بتاع البطاطس الجمبري. يلا لايك وكومنت وكمان شير وقولوا لي سلم ايديك. يلا بينا يلا بينا. عايز بقى امي تتفرج على الفيديو واقول لها افتخري بابنك علشان بقى يمسك البطاطسايه وما ياخدش نصها وهو بيقشرها. شايفين يا جماعه القشره طالعه حلوه وجميله ازاي؟ بقيت اعملها بالمبشره. هاخد بقى البطاطس الحلوه دي وابدا كده ايه اقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين. وكل بقى شريحه كده خدت كده كام شريحه مع بعض وبدات بقى ايه اعملها صوابع. بصوا ده السمك اللي انا عاوزه، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، لكن انا حاسس انها طويله علشان هي بتكبر مني جامد. فانا هاخد بقى البطاطسايه كده اللي هي بالطول دي هبدا اقسمها على اتنين. هتقولي دي هتبقى صغيره قوي، هقول لكم لا، كملوا بس باقي الوصفه. عندي كده ميه تكون ميه ساقعه بتلج يا جماعه، تكون متلجه قوي. حطيت فيها رشه من الملح وكمان معلقتين من الخل ونزلت بالبطاطس. بدات كده اصفيها وخدتها بقى حطيتها في زيت يكون غزير جدا وهي على نار ايه متوسطه. الزيت ما يكونش بيقدح، الزيت يكون سخن عشان البطاطس تكون مستويه من بره ومن جوه. عندي بقى شويه توابل، عندي كده بصل بودر وكمان توم بودر وطبعا الملح والبابريكا المدخنه ومعلقه كده من الكاري، وحطيت شويه من ايه من الكزبره الناشفه. تمام كده تمام. طب الكفر بقى اللي انا هعمله، عندي كده حوالي كوبايه كبيره من الدقيق. هحط عليه ايه، هحط عليه معلقه كبيره من النشا ومعلقه صغيره كمان من البيكنج باودر. وعندي بقى حوالي كده معلقتين او ثلاثه من التوابل اللي انا عملتها بتاعه البطاطس الجمبري. ومكون تاني كده عشان يدي اللون، عندي بقى شويه من الكركم. بعد كده هابدأ كده أنزل بالمَيّة شوية بشوية لحد ما الخليط بتاعنا يبقى شبه خليط، عارفين كده خليط إيه، يعني بين خليط الكيكة وبين خليط الكريب، يعني ولا يكون خفيف أوي ولا يكون تقيل أوي. حطيت بقى شوية من الكركم تاني علشان حسيت إن هو إيه اللون كان فاتح شوية. في ناس بتحط لون أصفر بس يعني قالوا اللون الأصفر مضر، فأنا استخدمت إيه، قولوا معايا، استخدمت الكركم. بعد كده هاخد بقى البطاطس، شايفين هي إيه داخلة في السوا لكن إيه ما استوتش، هي لسه بيضة. تمام. هابدأ كده آخدها أسيبها كده إيه تهدى شوية من الزيت اللي فيها وبعد كده باحطها في الخلطة بتاعتي. طب فكروني علشان إيه، أنا مش بانسى، لأ أنا باعمل لكم اختبار أكننا في المدرسة. أنا حطيت إيه يدّي اللون الأصفر؟ يالّا جاوبوني. عندي بقى الطاسة تكون سخنة والزيت طبعًا سخن جدًا. هابدأ كده آخد البطاطس الجمبري بتاعتنا وبُصّوا كل واحدة لوحدها كده أنزّلها، علشان لو أنا نزّلت كمية كبيرة أو نزّلت كده كله مع بعض كله هيلزق وهتدعوا عليَّ. تمام. دي خطوة مهمة جدًا في البطاطس الجمبري، خلّي بالكم. أديني قُلت لكم. تمام. قولوا لي بقى مين كان بيروح يتسحّر هناك؟ يالّا عايز أعرف، عايز أعرف أسراركم. هابدأ كده بقى أطلّع بعد ما البطاطس الجمبري بدأت تقرمش وبقت زي الفل. حطيت بقى شوية من التوابل اللي أنا سِبتها وبعد كده بقى إيه حطيتها في الطبق بتاعنا. شايفين الحلاوة وشايفين الجمال؟ طب بجد أنتم لازم تقولوا لي سلِّم إيديك. عملت البطاطس الجمبري في البيت، مش هتشتروها من برّه تاني. كان معاكم أبانوب، شيل الوصفة.